السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير ولقاكم دائما هذا الفيديو في احسن الاحوال. اليوم غادي نشارك معكم تشكيله جديده ديال اللباس المحتجبات والغير المحتجبات، كذلك الوان والوان زوينه اللي هي زوينه بزاف، والتناسق ديال الملابس. بالنسبه للناس اللي كيسولوني دائما كيف ما كنقول لكم على لاباج، راه دائما كنكتبها، هي دريسيا ستايل. غادي ندخلوا الانستغرام وغادي تلقاوها، وما تنساوش تدخلوا الانستغرام ديالي هادي، عملوا لي فولو اسرار فاشن. واللي بغات تسول على شي حاجه مرحبا تسولني في الانستغرام، راه غادي نجاوبها ان شاء الله يا ربي. كيف ما كتشوفوا هاد اللبسه هذه اللي كيف ما كتشوفوا راه كلشي هادو متوفرين وبالطايه تاع البنات. اللي بغى شي حاجه مرحبا، كما كنقول لكم دائما. هادو راه خديتهم من دريسيا ستايل. كاين هاد اللباس هذا اللي كتشوفوا فيه هاد القميجه بارده، وكذلك سروال اللي كيجي فضفاض، وبالنسبه للتحتاني راه كتجي شوميزه رقيقه. هي اللي كنديروها، كنخشوها وسط السروال. كذلك كاينه هذه كتجي بحال الشكل، كتجي بالسروال كتجي طويله حتى لتحت. وكاين هذا الموديل هذا اللي كيجي بالعبايه من الفوق، تقدروا تلبسوه يعني مطلوق وتقدروا تحيدوه. هذه هي اللبسه ديالو كامل، هذا اللوين ديالو الصفر. المهم راه موجود في اللوينات كاملين. هنا كنعطيكم التناسق حتى مع الشيلان مع الصبيبيط كيفاش تاخذوا اللون ديالو. المهم كتاخذوا فكره وصافي. اللي بغى يشوف الفيديو سيلونسيو راه يقدر تنقصوا الصوت بلا ما تسمعوا الصوت، ولكن انا مجبره انني نسجل الصوت باش ما يزولش اليوتيوب يحيد لي الفيديو. هنا كذلك هذه اللي كتجي قميجه طويله كتجي فضفاضه، الطايات فيها كاملين من الاحسن. دائما يعني المحتجبات اللي ما كيبغيوش يلبسوا المزير تشري دائما طايه زايده، باش كتجيك فضفاضه. مهم هذه كفكره. كذلك هادو اللي كيجيو مع السريولات كيجيو طروا بياس البنات، كيجيو زوينين في اللبسه. فانا مجرباهم صراحه، راه كيجيو انيقين في اللبسه، كيجيو زوينين بزاف. وراح تقدروا ماشي غير من السيت تاخذوهم، راح كاينين حتى في دابا راه خارجين. يعني الناس اللي كيبيعوا الحجاب، اللي كيبيعوا اللباس ديال الحجاب او اللباس الطويل، راه تجبروه عندهم، تجبروا بحال هادو. راه هما خارجين دابا ماشي غير تما، وانما راه خارجين حتى في عند البوتيكات المحلات، راه تجبروهم عندهم. كاين في هذا اللوين هذا، هادو الوان صيفيه ديال تشكيلات الصيف البنات. وان شاء الله نزيد نجيب لكم موديلات اخرين ونجيب لكم حتى العناوين ديالهم باش كتمشيو نيشان كتصردوا ليهم كما قلت لكم، وكيصيفطوا لكم الامانه ديالكم. اولا كتاخذوا الموديل كتعقلوا عليه وتمشيو راه تلقاوه عند لباس المحتجبات. كاينه هذه اللي كتجي طويله البنات، كتجي بالسريول كديريه تحتها، وهذه عبايه حتى هي كتجي طويله كتجي انيقه في اللبسه في هذا اللوين هذا كيف ما كتشوفوا. كذلك هادو انا كما قلت لكم هادو راه خارجين دابا البنات، راه هما اللي دابا خارجين في هاد الصيف. هاد الكساوي الطوالين راه هما ماشي كاينين غير ديال التركين، انما كاينين حتى ديالنا حنايا، راه كاينين هنايا في المغرب، راه موجود هاد الستيل بزاف. يعني غير تيشيرت تو تروف، غير تقلبوا راه غادي تلقاوهم ان شاء الله يا ربي. وان شاء الله نبقى نجيب لكم هنا يعني التناسق ديال الالوان مع التناسق ديال اللباس، هكا يكون مستور. بعض المرات الانسان كيبغي يعرف ستايلات، نبقى نجيبهم لكم. كذلك كاينه هذه اللي كتجي عبايه في اللون الاسود، كتجي زوينه صراحه، كتجي مزيونه طويله. تقدري تستعملي معها الاسود، اولا تقدري تبدلي ديري اللون البيج ولا اي لون. ملي كيكون لون واحد تقدري تستعملي معاه اي لون اخر كتدخلي عليه كيجي مزيان. هذه كتجي 3 بياس البنات، كتجي التنوره طويله، وكيجي الشوميز كتخشيها وسطها، وكاينه الفوقاني ديالها اللي كديري من الفوق. كاينه حتى في هذا اللوين هذا اللي كيجي بارد،
مع الباج، داك الخضير بارد مزوق مع الباج. كذلك هذه كتجي تنوره طويله ومعها الشوميزه في الابيض، استعملت معها الفولار في الاسود والصباط في الاسود وساك في الاسود. كذلك هذه في الباج من التحت، واستعملت عليها هذيك العبايه من الفوق اللي كتجي مفتوحه. هذه البنات حتى هي كتجي صراحه زوينه كلاس في اللبسه، وكتجي شي حاجه انيقه ومستوره فضفاضه. هذه حتى هي تنوره وفيست كتجي طويله كتجي مزيونه. المهم هنا هاد اللباس راه كاين البنات، راه موجود كما قلت لكم. مع الانسان بعض المرات كيحقروا، ولكن الحاجه حتى كتلبسيها عاد كتبان لك مزيونه. كذلك كاينه هذه البلو مارين اللي كيجيو هكا مزوقين، كتجي الشوميز بالسروال ديالها فضفاض، وهذه عبايه اللي كتجي على هذا الشكل هذا ديال المناسبات. كذلك كاينه في هذا النوع هذا، ويمكن انواع هادو ديال السراول الواسعين الفضفاضين، والشوميزات ديالهم عاد كيجي الشوميزه من الفوق، الشوميزه اللي كتجي مفتوحه. كاينين هادو اللي كيجيو بالسراول ديالهم لون واحد، هادو كيجيو زوينين صراحه. كاين هذا الموديل هذا عاود اللي كيجي تا هو زوين في هذا اللون هذا. مهم نتوما لكم الاختيار، كيف ما كنقول لكم الاختيار دائما، والانسان كياخذ واحد النظره فقط. كاين هاد الكساوي اللي قلت لكم دابا راهم موجودين، ولكن راه فيهم غير اللي رخاصين، ولكن اللي غاليين راه كيكونوا بحال هاد الشكل هذا، كيكونوا طوالين كيجيو مزيونين، ماشي بحال هذوك المقزبين اللي كيتباعوا ب 100 درهم. لا، هذوك كيجيو مقزبين شويه على الرجلين، كيجيو طالعين، ما كيجيوش في اللبسه زوينين. بالنسبه للمحتجبات واللي كيديروا الشيلان بحال هكاك وكيغطيو شعرهم وكيعجبهم الحاجه واسعه، فعليهم بهاد الكساوي الفضفاضه اللي كتكون هابطه يعني حتى الصباع ديال الرجلين، كيجيو مدرقين، واخا تلبسي معاه الطال ولا شنو ما لبستي كيجيو انيقين في اللبسه. المهم هادشي البنات اللي بغيت نقول لكم. كاين هذه اللي في الاورانج، في اللوين هذا الخضر. المهم نتوما كتبقى لكم واش تشدوها واش تخليها مفتوحه، كل واحد والوجهه النظر ديالو. الى فيديو قادم لكم توصلتونا ان شاء الله يا ربي.